أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، بل الثابت أنه مات يوم 12 ربيع الأول، فيعقل يحتفل بموته ربيع الأول، لكن ليس هذا تاريخ الميلاد، هذا تاريخ الوفاة. فالذي يحتفل بالمولد هو فرحان أن الرسول مات. الأول يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأننا نحتفل بوفاته. طبعا هذا الكلام في الحقيقة لا قيمة له من الناحية العلمية. لماذا؟ لا يوجد إجماع، بل القول هذا لا يمكن أن يكون صحيحا. لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم توفي في 12 من ربيع الأول. هذا نص عليه كثير من العلماء، ممن نص عليه الإمام الحافظ بن حجر في فتح الباري، وله كلام طويل. بل الصحيح الذي عليه جماهير المؤرخين أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في 12 من ربيع الأول. كانت وفاته صلى الله عليه وسلم على أقوال، أعرف منها 4 ذكرها الحافظ أبو الفضل العراقي رحمه الله تعالى في آخر ألفية السيرة. وقال السهيلي: لا يمكن بحال أن يوافق 12 يوم الاثنين أبدا. وسأوضح لكم إخوتي وأخواتي ذلك بهذا التقويم. إن الغرض من إعداد هذا التقويم هو بيان أمور، أولها إن دعوى إجماع أهل السير والعلماء على وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في 12 ربيع الأول غير صحيحة أبدا. لا يمكن وقوع وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في 12 ربيع الأول بأي حال، لأن وقوف النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بعرفة كان يوم 9 ذي الحجة، وكان يوم جمعة، وهذا بالإجماع. وأن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت يوم الاثنين أيضا بالإجماع. فيلزم من هذا أن تكون الوفاة يوم 12 ربيع الأول من قولهم يعني. ولاحظ هنا 12 ربيع الأول جاء يوم أحد وليس يوم اثنين. ثبت بالقطع أن 12 ربيع الأول ليس يوم وفاته صلى الله عليه وسلم، وأن المسلمين بريئون من الاحتفال بوفاته. وبعد البحث والتحقق ثبت أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في 12 من ربيع الأول مطلقا. اسمعوا ماذا يقول الإمام السيوطي رحمه الله. هو من هو الإمام السيوطي؟ يقول: إن ولادته صلى الله عليه وسلم أعظم النعم، ووفاته أعظم المصائب لنا، والشريعة حثت على إظهار شكر النعم إظهار. فكيف نفرح بوفاته صلى الله عليه وسلم؟ وتبين لنا أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الأول هو أقرب إلى الثبوت من وفاته. وفي الختام أقول: من عرف قدر المولود عرف قدر المولد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.